وفي ناس يقولونها بطريقة أحلى من كذا، يقول لك قد قالتها أحلى اللي ما يطول العنب حامض عنه يقول. هذه القصة وش سالفتها؟ تعرفون الثعلب مكار ما يحتاج يعني. هذا ثعلب وكان حول بيته أو المكان اللي يسكن فيه بستان، والبستان عليه سور، ويجي الثعلب يدخل بطريقة من تحت السور، يفتح فتحة في السور يخش وزي كذا كل يوم كل يوم كل يوم، وياكل من العنب الحلو اللي لين ما طقطقت اذانه. كل يوم ياكل في ذا البستان، كل يوم ياكل من ذا العنب، كل يوم يجي علشان حلاوة العنب. في مرة من المرات جو داخل لقى صاحب البستان يرفع العنب على يعني سقاله او على شيء يعني كذا يرفعها عشان يصير العنب من فوق وتصير عناقيد العنب نازلة تحت. الثعلب يوم جاء قال ما اقدر اكل اليوم، بس بيجي له يوم. والله يجي له اليوم الحقيقة، ويدخل الثعلب ويناظر العنب ويشوفه، الا العنب وين؟ فوق ما عاد هو بتحت. فقال شكله حامض. حامض من وين يا حبيبي؟ مو بحامض، بس انت ما عاد طوله.